السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا مطبخ ام حسن؟ وحشتوني. انا قلت ايه اصور الفيديو دوت معاكم. بصوا انا هنا سلقت البتنجان. بصوا ميته بقى اهي. دي المية دي ما نرميهاش، دي هنعمل بقى ايه. بصوا انا سلقته بايه، بالراس بتاعته. ليه؟ عشان ما يتهريش، وطلعه بيه ونفتحه بقى كده ايه بالسكينة كده. نفتح كده بالسكينة من الفتحة دي. نعمل ايه بقى؟ كده نفضل نفتح كده كله كده، نفتحه كله كده. ليه؟ هنخلله دلوقتي وهتشوفوا ايه التخليلة الجميلة بتاعته. معانا ايه؟ فلفل. في فلفل حامي، فيه مفيش نحط شطة، نحط ايه شوية توابل كده من عندنا، وشوية الملح وليمونة وخل. حطهم اهوت. هنرجع بقى ونشوف ايه الطبق الجميل ده هيتخلل ازاي. هنرجع مع بعض لما نفرم الحاجات دي. شوفوا التوم حاطاه في ميه اهو عشان يبقى ايه طري، يبقى طريه بقى. وتعملوا ايه الراس دي طريقة بتاع التومة بالسكينة كده، ونعملها او بالايدين بايديكوا. ليه؟ عشان ايه التوم يبقى سهل. متقولوش ايدينا حرقتنا وتوجعنا وكده. بالسكينة وبتعمل. والمية دي هنشوف هنعمل فيها ايه. والبتنجانة دي احنا ايه فتحناها اهو عم السلق. نشيل الراس دي بقى كده، هنشيل الراس دي. هتشوفوا بقى دلوقتي لما بقى نقلب بقى الحاجات دي كده على بعض، نطحنهم بالليمونة بالخل. اجيب الخل والثوم. هنحط الحاجات دي على المية هنا وهنعمل دلوقتي. هنشوف بقى الطبق دوت هيتاكل جنبه ايه. احنا النهارده باذن الله كده هنفتح التلاجة ونشوف ايه اللي عندنا ونعمله غدا وايه، وما نصرفش بقى النهارده. هنشوف كده دلوقتي هنعمل ايه. هرجع لكم واقول لكم. سوا يا حبايبي لما التوم اهوت يتفرم مع الفلفل، ونحط عليه إيه بقى، والخل والليمون كل حاجه اهي كده. ايه لما طحنا ايه الحاجه اللي انا قلتها لكم، والليمون. بس هنحط بقى ايه الحاجات دي فين، هتشوفوها دلوقتي. هنحط عليها الشطه. الميه دي عندك ايه شويه شطه اهو، شويه ملح. نحطهم كده على الخلطه دي. شوف هنقلب كده اهيت. برضو من التخليله دي نرمي فين في الايه، في الميه الشطه والكمون والثوم وكل حاجه، كل حاجه في الميه. برضو الميه دي ايه ما نرميهاش. شوف دلوقتي الميه دي مهمه قوي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ناخد كده بقى من هنا نخلل كده. تعملوا الحلاوه ايه دي. شوفوا كده بالمعلقه بدل ما ايه شلنا راسه، الراس بتاعت الباذنجان وفتحناه. خليله بقى كده. الثوم فرمناه بالليمون والخل وشوية ملح وشوية شطة. عندك الفلفل الحامي بتحطي، ما عندكيش خلي بالك يكون حد ما بيحبوش خلاص ما تحطلوش كده. تحطي له الثوم والحاجة بس، من غير الشطة. جمال والحلاوة يا جماعة. خليناه وجمال والطعامة والحلاوة وكل سهولة. الطبق الحلو ده بقى هناكله جنب ايه؟ احنا قلنا ايه، قررنا النهاردة نتغدى من التلاجة وما نصرفش حاجة. يلا ده يوم اخر الشهر نعمل ايه، نشوف الخير اللي عندنا في التلاجة وناكل ونطلع وناكل. قررنا ما نصرفش. شايفين التتبيلة الحلوة اهي والجمال والحلاوة والطومة وكله. نحط بقى هنا الطبق الجميل ده كده في النص. شوفوا بقى المية دي المية دي المادة الحافظة بتاعته، طبعا متبلة بكل حاجة. اوعي المية دي ترميها. ليه؟ ده بيفضل عندك في التلاجة لو ما اتاكلش حلو. في حاجة ما اتاكلتش تروح تاخدي كده بالمعلقة وتاكل. المية دي ما بتترميش، تحطوا فيها كده. تحطوه في طبق حاجة غويطة علشان ما يتلقش. هتبصوا بقى الطبق الحلو ده
نحط كده شوية كده من ده، بس هنبقى نحطه بقى في حاجة غويطة ونشوف. بسم الله ما شاء الله. الطبق الحلو ده بقى هناكله جنب ايه؟ هنشوف دلوقتي الجمال والحلاوة والطعامة هناكلها جنب ايه. هحط جنبه طبق اولا الجرجير الحلو ده، طبق حلو جرجير اهو. وبعد كده نفتح التلاجة فريزر، نلاقي عندنا كيس عدس. العدس الاسمر اللي انا عملته معاكم، نقعته غسلته ونقعته طول الليل، شلته في التلاجة منقوع. الصبح خدته غسلته وسويته ببصلة، قطعت بصلة صغيرة وطماطمايه ودعكتهم مع بعض بالكمون والملح وحطيته عليه وهو بيغلي واستوى. وبعد كده طشيته بايه؟ بالثوم. فضل طبق هنرميه؟ لا، نشيله في الفريزر لما يجي وقته. اهو جه اخر الشهر جمعنا ايه؟ جبنا طبق بدنجان حلو زي ده، جنبه طبق عدس، وفي البصلة الحلوة دي والجرجير الحلو ده اهو. بصل والجرجير اهو، الجمال والحلاوة. ده هيكفي مثلا. ممكن نشوف كيس تاني برضو في التلاجة. ايه الجمال والحلاوة اهو. لقينا ايه؟ كيس. شفتوا الكوسة اللي انا كنت عاملاها؟ فات برضو ايه؟ طبق اهو. نزلنا كمان، يبقى طبق ايه؟ طبق ايه؟ وفي ايه تاني؟ في كيس سبانخ برضو ننزله اهو. يعني انتوا بصوا، تتغدوا من التلاجة النهاردة، ما تصرفوش حاجة. احنا كده اخر الشهر ونجمع يا جماعة. نيجي لاخر الشهر ونعد. ده هاخده اغليه برضو، فضيه لسه اهو. هاخده اغليه ويتاكل. يبقى ايه؟ كوسة. كيس كوسة نزلته اهو. طبق، وطبق سبانخ، طبق العدس، طبق الجرجير والبصل، طبق البدنجان. ادي اتغدينا ولا ما اتغديناش؟ والنهارده ايه؟ ما نصرفش. ليه؟ عشان احنا اخر الشهر نمشي نفسنا. شوفوا يا جماعه الحلاوه والطعمه اهو. اتغدينا من التلاجة، من الخير اللي في البيت. محدش يقول ايه مفيش. لا، ما تقولوش مفيش، ما تقولوش اخر الشهر. الاكل اللي بتجيبيه وبتاكليه ويفيد حاجه يتشال، اوعى يترمي. شويه جرنش حلوين اهوت، بقدونس جمال اهو حلوين. الخير اللي عندكم في التلاجة يا مطبخ ام حسن تطلعوه وتتغدوا منه. مفيش حاجه اسمها مفيش اهو. ممكن انت جنب الحاجات دي الكوسه والسبانخ ممكن تعملي طبق رز، على طبق العدس، مع البدنجان والجرجير. كل واحد بقى يختار من الأسرة، كل ده يتحط على السفرة أو الطبلية، ونقعد كلنا نتلم والعيش معانا وناكل. ما نقولش ايه ده احنا مفيش. لا، في الخير كله بيبقى في البيت بإذن الله. مع ايه؟ مع الناس اللي تقول ايه؟ الحمد لله. تقول الحمد لله بيلاقي خير كله عنده. غدينا ولا متغديناش يا مطبخ ام حسن؟ يوم اخر الشهر نجمع الفريزر وننزل. نجيب ربطتين جرجير حلوين ويلا. بتنجانتين حلوين وجنب ايه؟ بواقي الاكل اللي عندنا في الفريزر وننزل كله كده. والله وانا بنزل العدس ده ريحته بقى زهرة كأني لسه عاملاه ايه. حاجة جميلة. الرضا الرضا الرضا. ارضوا هتبقوا سعداء. الرضا يا جماعة، ونقول الحمد لله على كل حال. يا مطبخ ام حسن، شكرا للاصدقاء اللي اشتركوا في القناه، نورتونا. وشكرا للكرامات اللي بتخش عندي وتكتب لي كلام جميل. نورتوا القناه يا جماعه، شكرا لكم كلكم. كتر خيركم يا رب.